ب 2020 جنيه استرليني، اللي هو بالمصري ده ب 60,000. انت متخيل؟ 60,000 جنيه ده؟ انا البس ده وابقى شايل 60,000 جنيه وماشي بيه؟ ده بس الوقت. اكيد هلبس تحتيه بقى حاجات تانية، يعني مش همشي كده ما صليتي مليتي. ها؟ لا. النهارده انا هاخدك افرجك على محل اسمه هارودز، وده واحد من المحلات المشهوره جدا 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 في لندن، اللي الناس بيجوا من كل دول العالم علشان خاطر يعملوا شوبينج هنا ويشتروا حاجات من هارودز. بس عشان تبقى عارف، الحاجات اللي في هارودز ما هياش الحاجات العاديه اللي انت ممكن تشتريها من اي حته. الفلوس اللي بتدفعها هناك ما هياش الفلوس العاديه اللي انت ممكن تدفعها في اي حته او تشتري بيها اي حاجه. هارودز لو انت جاي جوه المحل عشان تشتري حاجات ومعاك 50,000 جنيه، ال 50,000 جنيه دول بالظبط يعني ممكن كده بالعافيه يجيبوا لك بنطلون وتيشيرت بس. فعشان تيجي تعمل شوبينج في هارودز انت بتتكلم كده يكون معاك على الاقل من 100,000 جنيه وانت طالع، ده بس عشان تشتري بنطلون وقميص وتيشيرت ويمكن تاكل حاجه جوه ولا ممكن ما تاكلش. يلا بينا اكلمك على هارودز واشرح لك قصته هي ايه. هارودز محل مبني على مساحه 5.5 فدان. انا بقول لك ان هو محل، بس هو مش محل، هو مول عباره عن 7 ادوار، كل دور فيهم بيبيع حاجه معينه. دور بيبيع شوكولاتات بس، ودور بيبيع مكياج بس، ودور بيبيع هدوم حريمي وهدوم رجالي وهدوم اطفالي واساس للبيوت. دول الحاجات اللي بتتباع في هارودز في ال7 ادوار كلهم. زي ما قلت لك الحاجات هناك اسعارها مش عاديه، وهتشوف دلوقتي. تعالى هوريك واحكي لك بقيه موضوع هارودز. دي اللي بتحط فيها الاكل وبتقفل عليه علشان يفضل سخن. ها؟ دي ب 1824 جنيه. مع ان انت ممكن بال 1824 جنيه دي تأجر بيت وتجيب فيه مايكروويف تسخن فيه الاكل براحتك. في سنة 1824 كان في واحد شاب صغير حلو كده جميل اسمه تشارلي هنري هارود. تشارلي هنري هارود كان عنده ساعتها بالظبط 20 سنة. بدأ يعمل مشروعه اللي هو كان عبارة عن تجارة القماش. القماش ده كان أحسن قماش موجود في العالم، كان بيجيبه ساعتها من مصر. والقماش ده كان حاجتين اتنين، القطن المصري والصوف المصري، ودول كانوا أحسن حاجتين في الوقت ده، بيجيبوا فلوس حلوة جدا والناس كلها طالباها. بعدها ب10 سنين كانت تشارلي هنري هارود عنده 30 سنة، وفي سنة 1834 تشارلي هنري هارود كبر المشروع بتاعه وبقى عنده محل كبير، ومعاه 2 عمال شغالين في المحل و2 في الإدارة. وتشارلي هنري هارود كان بيسافر مصر والهند علشان يجيب الخامات بتاعته، وعلشان يجيب من الهند شاي، لأن المحل ساعتها كبر فقرر إن هو يزود شاي عشان يبقى محل حلو وجميل كده. ده بقى الشغل اللي انا معرفش هو اسمه ايه، بس يعني حاجه كده. هو انا طبعا مش هشتريها، ولكن عندي حب فضول بس اشوف السعر. 89 باوند، 90 جنيه 90 جنيه استرليني البتاعه دي، اللي انا اصلا وانا هلبس بنت ايه يا جدعان؟
وفي سنة 1959 اشترى محلات هارودز محمد الفايد، رجل الأعمال المصري المعروف. في سنة 1959 محمد الفايد اشتراها وبقت مملوكة لرجل أعمال مصري، بس تفضل تحت اسم هارودز. ما كانش ينفع ان هو يغير الاسم، لان الاسم ده علامة وماركة ما ينفعش ان هي كده تروح. يعني من ازهى العصور اللي هارودز فعلا اتشهر فيها جدا 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 لما محمد الفايد اشتراه، ولما محمد الفايد كان هو رئيس مجلس الإدارة، ولما محمد الفايد قرر ان هو يغير من شكل هارودز ويغير المباني من جوه ويعمل فيها الطراز المصري، بنى على العواميد وعمل اشكال الفراعنه وعمل راس الاسد وعمل كل التماثيل والحاجات اللي انت بتشوفها المشهوره جدا عن مصر. محمد الفايد حطها جوه الفندق ورسمها على جوه المول ورسمها على الحيطان، والناس كلها فعلا انبهروا بكل اللي بيحصل ده. كل دي الاجزاء الفرعونيه جوه محلات هارودز اللي محمد الفايد قرر ان كلها تتعمل لما كان هو رئيس مجلس الإدارة وصاحب محلات الفايد. في يوم 8/5/2010 محمد الفايد قرر ان هو خلاص هيطلع معاش وتعب وخد كفايته من ان هو شغال في هارودز كل يوم، وحصل شويه مشاكل بينه وبين بقيه المستثمرين اللي موجودين معاه في هارودز، فقرر ان هو يبيعه. وفي الوقت ده دخلت دولة قطر وقالوا ان هم عندهم استعداد يشتروا هارودز من محمد الفايد، وبالفعل دلوقتي هارودز بقى مملوك لدولة قطر. وقطر مش دولة صغيرة طبعا، هي دولة صغيرة حجما، ولكن استثمارا واقتصاديا دولة كبيرة جدا. فقدروا ان هم كمان بيطوروا وبيزودوا حاجات جوه هارودز. الحاجات دي هتكون تابعه لدوله قطر، ولكن احسن حاجه قطر عملتها هي ان هم برضو محافظين على حته التراث المصري اللي محمد الفايد حطه في المول. يلا بينا اوريك الاسعار واوريك محمد الفايد عمل ايه جوه المول. ولو ما معكش فلوس تقدر تخش المول بس مش هتشتري حاجه. يلا بينا. كل ده قسم الشوكولاته بس جوه هارودز، ولسه ما شفناش اي حاجه تاني. نجرب بقى الشوكولاته ديت علشان محتاج المشوار ده كله على الفاضي يعني. نبدا بالفانيلا دي. المفروض ان دي شوكولاته جواها فانيلا وحاجه فيها نتس، معرفش بقى. بصوا انا هوقف التصوير دلوقتي عشان انا عالم تاني دلوقتي. الهدوم الرجالي بقى ده قسم الحاجات الرجالي. تلاقي في حاجات كده مش عارف يعني. بص البتاع غريب، كل حاجة فيه هو السعر مش عالي يعني. ده بس ب 885 جنيه استرليني. اضربهم في ايه؟ ب 30 جنيه مصري وقول لي سعرهم كام. طيب البتاع ده بص اوريهولك قبل ما اقول لك على السعر. استنى خبي السعر. بص ايه ده؟ يعني انا ايه ده؟
ها، انا البس البتاع ده كده، والله قماشته حلوه جدا، احساس القماش نفسه حاجه ب 700 جنيه. اضربهم بقى في 30، يعني دول ب 21,000 جنيه مصري. ده عرفت بقى، انا مش عايز افرجك على حاجات كتير هنا ليه، بس anyway عامة في ناس كتير جدا بيجوا هاروتس يشتروا منه حاجات كتير جدا، وخصوصا في ايام الكريسماس. وهتبقى يعني هفاجئك لو قلت لك ان اكتر الناس اللي بتيجي هنا في وقت الكريسماس تشتري حاجات من هاروتس هم الناس اللي من الدول العربيه. دبي كلها تقريبا بتبقى موجوده هنا، الامارات، سوريا، لبنان، العراق، الكويت، بالاخص الكويت، سعوديين ومصريين، هم اللي بيجوا هنا في وقت الكريسماس بالذات، عشان بيبقى فيه عروض، لان الحاجات اللي انت شايفينها دي كل ده عليها عروض. دي بقى حاجات ماركة كازابلانكا. بص الموضوع ده جميل جدا، والظهر بتاعه كازابلانكا. ها والله حلو، شكله جامد، وهو كبير طبعا على، يعني محتاج مقاسين اصغر من ده، بس هو برضو 375 جنيه استرليني، كتير شويه، شويتين، 3 شوية. بص هو كتير. شفت بقى عمك الحاج ده من كتر الاسعار والحاجات اللي شافها هنا اتبهدل ووقع الوقعه السودا اللي انتوا شايفينها دي، الله لا يوريكم. بص بقى تيشيرت حلو جميل مفيهوش اي حاجه، حلو، ماركته كولد وول. حلو يعني بصراحه، قماشته حلوه عجباني، كل حاجه تمام. كام بقى؟ 200 جنيه استرليني، يعني ب 6000 جنيه مصري. وانا راضي ذمتك، انت ترضى تشتري ده في مصر ب 6000 جنيه؟ حاجات البيوت، المفارش والسراير، من اول هنا بقى هتشوف اسعار تانية ودنيا تانية، بس هو انا لحد دلوقتي مش شايف اي اسعار، يبدو كده ان هما مخبيينها يعني، علشان يعني انا نفسي اجرب السرير، بس انا خايف المسه اصلا، علشان ممكن يقولوا لي اطلع يا بره من هنا. هيا نحتسي بضعا من القهوة. نحتسي نحتسي، ايوه صح، ما تعالوا شابوا قهوة.